معنا بلال جيزة من مطار حمد الدولي. أهلا بك بلال. إذا منتخب الأرجنتين وصل واحد من المرشحين لنقل الأوائل للظفر بكأس العالم. بلال. وهو كذلك يوسف، مساء الخير، تحية لك ولكل مشاهدي قنوات بين سبورتس هنا من مطار حمد الدولي. بعدما غادرت الحافلة ستأتي باللاعبين إلى هذه البوابة وبعدها التوجه إلى هذه الحافلة التي تتواجد خلفي قبل الانتقال مباشرة إلى مقر الإقامة بجامعة قطر للراحة والاستراحة، خاصة بعد المباراة الودية الأخيرة. لذا التحضيرات الجدية ستبدأ بالغد. كل الأعين كانت على ليونيل ميسي، الجميع ينتظر ليونيل ميسي، حتى الصحافة الأرجنتينية هي حاضرة ومتواجدة جنبي في ساعات متأخرة. تأخرت الطائرة من ساعة إلى ساعتين إلى ساعتين ونصف، ولكن الجميع بقي ينتظر ويريد أن يشاهد اللاعبين والاقتراب منهم، ربما لأخذ بعض الانطباعات والتصريحات من المدرب وحتى من مختلف اللاعبين من التشكيلة الأرجنتينية. كما ذكرتم في الاستوديو يوسف، الجميع ينتظر المنتخب الأرجنتيني الذي يرشحه بقوة للذهاب بعيدا في هذه البطولة، ولما لا أيضا التتويج باللقب. ليس فقط ربما الجماهير الأرجنتينية وحتى المختصين واللاعبين الأرجنتينيين القدامى، ولكن حتى من أوروبا. كان لنا لقاء في وقت سابق مع نجم الكرة الفرنسية سابقا يوري جوركايف الذي توج باللقب عام 98. قالها بصريح العبارة: المهمة ستكون صعبة جدا بالنسبة للمنتخب الفرنسي حامل اللقب بالنظر لكل ما عاشه من إصابات وأخرى، ورشح بقوة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب البرازيلي. قال: ما شاهدناه في الأيام والمباريات الأخيرة رغبة كبيرة جدا من هذين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني. وقال: هناك فرق بين منتخب يذهب إلى الدوحة من أجل الحفاظ على اللقب ومنتخب أثبت قوة كبيرة ورغبة كبيرة في العودة باللقب إلى الديار والتتويج بالكأس. لذا المنتخب الأرجنتيني صحيح يوسف يبقى من أبرز المرشحين للتتويج بالكأس، بالنظر أيضا للنتائج الكبيرة التي حققها سواء في المباريات الودية أو غيرها. يفوز بالثلاثيات، يفوز مباراة أخيرة بخماسية، أنخيل دي ماريا يتألق، ميسي دائما في الواجهة، عاد في الليج هذا الموسم عاد بقوة، مردود جيد، أهداف كثيرة. شاهدنا نسخة من ليونيل ميسي التي شاهدناها في سنوات برشلونة. لذا الكل يعول على هذا القائد هنا في هذه النسخة في الدوحة، وهو أمام فرصة أخيرة أيضا ليونيل ميسي، باعتبار هذه آخر كأس عالم يشارك فيها النجم الأرجنتيني بعدما عانى كثيرا مع كوبا أمريكا والصور التي أعادتها الجماهير وهو يبكي خاسر النهائي لا يمكن أن يرفع الكأس. أزاح هذه النقطة وتمكن من تتويج بكوبا أمريكا. الآن تبقى لديه نقطة واحدة، توج بجميع الألقاب الفردية، الهداف، البيتشيتشي، تألق، سجل، أبدع، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كوبا أمريكا مع المنتخب. ما ينقص ليونيل ميسي هو كأس العالم. الجماهير الأرجنتينية هي الأخرى حاضرة بقوة يوسف في العاصمة القطرية الدوحة، تتواجد الآن في ساعات متأخرة أمام مقر الإقامة، تنتظرهم، تريد أن تحفزهم منذ البداية وتريد أن تشجعهم على تقديم الأفضل والدخول بقوة في غمار هذه البطولة. ونحن الآن في انتظار اللاعبين لأخذ بعض اللقاءات والاقتراب منهم لأخذ الانطباعات. أتركك لإجراء هذه المقابلات مع نجوم منتخب الأرجنتين. بلال جيزة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من مطار حمد الدولي، حياك الله.